صور ده اتحاد الكوره. على الاستشاره زي ما عليك. قاعدين فين؟ قاعدين فين؟ فوق بقى من فوق. اتفضل على الشغل. اتفضل صاحب الشغل. فين بقى الهند؟ عند المجلس. المجلس فين؟ قاعدين فين؟ السلام عليكم. تمام. شو قاعدين هنا؟ حمام ده فين المجلس؟ هم فين يا محمد؟ لا ده انا كنت مدي معاد وقع بالصدفه يا اخي. ماشي محمد بيه. دلوقتي في وقت الهزار وفي وقت اللي غير هزار. عايز تتخانق معايا اتخانق معايا. خليش مع النادي. عدم قيد الولاد النهارده هيعمل كارثه. طب يا فندم احنا من اول الشهر بنقول ان في قرار مجلس اداره ماشي معاك. لان الاتحاد ما فيهوش فلوس. ماشي. كل الانديه اتكسلت وكل الانديه دفعت. طيب. اللي دفع 25%. يا باشا ما انت عارف ان النادي محجوز عليه. انا محجوز على 70 مليون. هل انت تصور محمد بيه ان انا اتاخر؟ محجوز على 70 مليون. ويقول لي هات كاش. انت عارف ان المخالفه اللي جات لنا احنا كنا بنحط الفلوس في الخزنه. فانا اعمل لك بقى حاجه تريحك دلوقتي. انا ليا الراجل ده لسه بدي اسوان دلوقتي 5 مليون جنيه من ما ساعه. حصلش يا محمد بيه. ما الراجل واقف تحته، ما هو قريبي اساسا. ما انا عارف ليه ما حصلش. طب ما هو قال لي والله وبعدين يا ليه واخد شيك. وبعدين سبتك يعني الساعه 11 دلوقتي، يعني ده انا جاي بالصدفه. طب اقول لك يعني اساسا انا عشان نخلص من الموضوع ده. اتفضل. يا بيه عملت ايه؟ يا بيه عملت ايه؟ هعمل لك حل انا جميل. اقعد يا اخ وليد خلصنا. قول يا بيه عملت ايه؟ طب يلا يا. لا وليد العطار قدام اهو. فين هو اهو. والاستاذ محمد الوفا عند مجلس الاداره قدام اهو. سعيد اهو قاعد قدام اهو. عايش بقى اخو مين؟ لا طب تديني دقيقتين يا باشا اكلمك. دقيقتين بس يا باشا. انا هريحك طيب بعد اذنك. عشان اصل لازم العيال هتأيد استنى. انا هكتب لك جواب دلوقتي. تمام؟ انا ليا عند الاتحاد بتاع ده الشركه الراعيه اللي هي تبع الدوله 60 مليون. خلاص؟ انت انا اعمل لك شيك بكام؟ انا لسه ما شفتش كده. 5 و2. لا سيبك من الرسوم. خلينا في 5. هكتب لك دلوقتي حوالي حق ب 10 مليون. تصرفهم يوم لحد منهم. وهطلب لك بتوع الشركه دلوقتي. ايه رايك؟ هاخد راي المجلس بقى. أنا انا عندي قرار مجلس انا بنفذه لا اصل بص التنفيذ ده هيولع في الدنيا. هيولع الدنيا صدقني. انا بقترح اهو. كان 5 مليون شيك اعمل له حوالي حق ب 10 مليون ياخدهم من الشركه الراعيه ومن حد. وهو دي الشركه الراعيه اهي. الشركه فلوسها موجوده. اهي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الموضوع يا جماعه الموضوع فيه هزار جماهيري، يقول لك عشان الاهلي مش عشان الاهلي هندخلنا في مشكله. خالد بيه سيد. خالد بيه ايه؟ بقول لك يا استاذ جمال تليفونه تقريبا مقفول. كويس. انا بكلم الراجل هيتصور. بيتكلم دلوقتي بيقترح بقول لك ايه يا حبيبي؟ دلوقتي كلمت مين؟ سيف؟ طيب هعمل الاتحاد دلوقتي حوالي حق الفلوس اللي هي عندكم تسلمهم لهم يوم الاحد. ما تدونيش انا واخصمهم المستحقات. تمام كده يا استاذ محمد؟ ده مين ده يا فندم؟ ده المدير المالي بتاع شركه ده يمشي الكلام ده يا ست المستشار؟ يلا المائل بعد المجلس ماشي. لا الكلام ده مش همشيه. انتوا مش هتبصوا لي لبعض. ما لا هيتأيدوا يعني هيتأيدوا وتحملوا المسؤوليه قدام الناس. انا بقول لك ده المدير المالي اهو. يا ست المستشار عامل لك جواب هو حضرتك عشان تعرفوا اتحاد الكوره انتوا اللي هتزلونا. انا مش فاهم يعني. هو دي تصفيه حسابات بيني وبينكم. مفيش مع ان انا ما جبتش اسمك خالص جنبتك. احنا معاك وليك طب انا عمال اقول نادي الزمالك والنادي الاهلي وكل الانديه. تمام من فضلك. احنا من اول يوم في الشهر يا ست المستشار يا باشا محجوز عليا. كل الناس. طب يا ستك ما انت دافع للناس يا ست المستشار. مين الناس اللي هدفع لهم واخدين شيك؟ ناس محترمه وخدوا الشيك. انا محجوز عليا. نقدر الظروف يعني. اهو ده المدير المالي بقول له اهو هكتب لك ورقه رسميه يحولهم لك يوم الاحد. مطلوب مني حاجه ثاني؟ المدير المالي اهو سمع كلامي. ست المستشار عايزين نخلص. يا باشا اديني ورقه دلوقتي اكتب لك. المجلس ده يتعرض على مجلس الاداره اهو على طول ومفيش مانع لو هم هيتحولوا. وهنجيب المجلس ده هو منين؟ على التليفونات اهوت موجود. اتفضل يا باشا. انا ماشي الكلام. خلاص قول لهم المقترح بتاع انا بقول يا جماعه هتحصل مشكله كبيره اكبر من جمال علام 100 مره. دي جماهير بالملايين. سيادة المستشار هتحصل. انا بقول اهو العيال دي لو ما اتأيدتش انا طلب مني من جمال علام اتفق مع الاخوه هدفع 5 مليون بشيك واكتب جواب ان انت اعملوا لجنه لان طلع فيه 28 مليون جنيه زياده المره اللي فاتت وتصفى. تمام؟ الموضوع ما فيهوش هزار. حضرتك مش هتأيد. انا بقول لك الدنيا هتولع. انتوا بتذلونا؟ لا يا معلم مش امال في ايه؟ مفيش ذل ولا حاجه. امال ايه؟ مفيش ذل. حضرتك اتحاد كوره خدمه الكوره ولا عشان نصفي حسابات؟ لا ماشي. مش وقت تصفيه حسابات. هي معيش تصفيه حسابات. امال ايه بايه؟ انت عارف ان انا محجوز عليا ولا مش عارف؟ يا باشا مش تصفيه حسابات ولا يا بيه انا محجوز عليا. محجوز بس بعد انت كلامك صح. 70 مليون محجوز عليهم في البنك. بعد كذا مره على الفلوس دي. انا بيه يتم تسويتها. انا اللي بتعهد. خلاص بقى اللي فات مش انا اللي بتعهد. يعني يوم اسمعني بيه. بنفسه جه يوم الاحد حضرتك بعت لي حد من الاداره الماليه وحضرتك مستشار قانوني. تمام. نقعد ليك 5 جنيه 10 جنيه نعمل لهم جدول. المبلغ ده موجود بعيد عن بعيد بص يا مرتضى بيه، بعيد عن العصبيه وبعيد عن اي حاجه. الموضوع يتحل. هو الاستاذ وليد مع مجلس الاداره هو بيتكلم عشان القرار اللي موجود. لو هيتحول الفلوس ديت يوم الاحد من الشركه الراعيه ماشي. هجيب لك جواب دلوقتي. مجلس الاداره يا حمدي هات الوقت دلوقتي هبعت لهم جواب. دلوقتي انا اللي همضيه هتحول لهم المبلغ اللي قلت عليه يوم الاحد لصالح اتحاد الكوره واقسموا المستحقات اللي ليا. انا قلت يا بيه اهو ده المدير المالي كلمه عشان تتفق معاه. هو اتفضل. لا يا باشا ما انا سامعه هو. طيب ما انا سامع المدير المالي. طب ولو ما تحولوش يوم الاحد يا مرتضى بيه؟ اعتبر القيد كان لم يكن. عايز حاجه تاني؟ اعتبر القيد كان لم يكن. جاي بنفسه خلاص بقى. انا غلطان؟ خلاص بقى. والله هو الاستاذ وليد بيعرف اهوت واعتبر القيد كان لم يكن. لا القيد موجود لان هو القيد. انا بعمل ايه؟ الولد بقول ايه؟ انت مش مصدق الراجل بيكلم راجل؟ لا مش حكايه كده. مش حكايه وانا اصلا ما كنتش طايق اجي هنا. ليه؟ لا مش معقول انا اقدم شكوى ضد لاعب قايل لي هدف منحرف
اسمه كهرباء انا اللي اتحول التحقيق. يا مرتضى مش ممكن. يا مرتضى خلي الموضوع كان ده امتثل اللاعب وكان هياخد عقوبه. خلي الموضوع ده على جنب. طب يا خلي الموضوع ده على جنب. ما اللاعب كان امتثل وكان جه وكان هياخد عقوبه. محمد بيه بعد اذنك، هل ينفع الجوابين يروحوا مع بعض انا وهو؟ انا بسالك سؤال. انا بسالك سؤال يا مرتضى انت دلوقتي لما تبعت ليا وليه في وقت واحد انت بتهن انا. يا مرتضى بيه انت شاكي ومشكو في حقك مش كده؟ تمام. تعالى قول اقوالك. يا باشا فين؟ قول اقوالك. يا راجل انت راجل قانون قديم. ايوه قول اقوالك. ايه انت ما المشكله؟ شافش الاداره العليا قال لك لا يجوز اللي يحاكموا الجمعيه العموميه؟ لا بس يا وليد خلص عشان احنا ايه هو هيعمل هذا الكلام وانا هعتمد دلوقتي التعهد. هو اللي جه بنفسه مع عمد الشر يعني ايده دي مش سهله يعني. ايه؟ حل المشكله السنه بكام دول؟ ماشي ما تتحل المشكله بما يتفق مع العداله قلت الكل. يوم الحج لو ما حصلش يا استاذ وليد عايزين نعيد الرئيس قال لك طيب خد بالك يعني الرئيس قالت له ما يوم الحج ما خلصش هو اللي متحمل المسؤوليه. هو مجربني وعارفني وبعدين جاي بنفسه يا خلاص بقى ده مش هزار بقى. ومش طايق اجي هنا مش طايق. ليه مش طايق تيجي ما هنا ينفعش ليه؟ تبعت لي جواب انا والوقت في جواب واحد. اشرب ايه المحتوى؟ لا مش هاخد حاجه. لا ماشي والله. ممكن تاخد حاجه يا عم لا خلص بس يلا. وهات لي يا ابني وانا هكتب لك هات الجدوله بتاعتك ديت. لا هكتب لك على الجدوله نفسها. تمام؟ انما جماهير بالملايين انا والاهلي واي حد لعيبه مصروف عليها ملايين. على فكره مين اللي بيدفع بقى؟ الشركه الراعي على فكره. اللعيبه دي كلها بحاول اعمل تحويل الشغل شركه محترمه بتحول لهم على طول. كل اللعيبه دي احنا على بنقعد نكلم واحد واحد بجسمك التخين ده. اتحاد الكوره بيصفي حسابات معايا. لا ابدا والله العظيم ما حصل. والله ما حصل. طلعوا جماهير بس طلعوا جماهير النادي من الخناقه اللي بيني وبينكم. اقول لك ليه بقى؟ ايه وانت عايز تتخانق ليه؟ اقول لك ليه؟ اصل احنا هنصطلح في يوم من الايام. طب انت حضرتك عايز تتخانق ليه؟ انتوا عايزين تتخانقوا ليه؟ اهو. هو المجلس اللي بيطلع يغلط في المجلس؟ يا باشا انا مش صغير عشان تحول لي التحقيق. يعني انا بسال حضرتك مجلس اداره الاتحاد هو مجرد انه يبعت ورقه تعالى حقق معاك بيغلط. لا يا باشا بص يا مرتضى انت عندك استاذ قانون. انت بتقارني بين عيل انت استاذ عمل كده ليه جامد انك تبعت له يا باشا انت حضرتك استاذ التحقيق قانون. يجي بموظف في حقيقه ده انت سعادتك اللي عملت اللائحه بتاعه الانضباط والاخلاق ماشي. في الجمعيه العموميه اللي كانت في الهدف ماشي. وحطيت فيها محاسبه اللعيب والاداري والحكم والمسؤولين. مش رئيس نادي. لا هقول لحضرتك اللائحه سنه كام؟ اللائحه 2019 في حكم ب 2022 انك لا تملك لا انت ولا اللجنه الاولمبيه الهيئات الاربعه حد يحقق مع حد فيهم. اللي يسال جمعيه عموميه. لا افترض ان جمعيه عموميه افترض الاستاذ يا مرتضى بيه ثانيه واحده جمعيه عموميه للنادي. لا يا باشا جمعيه عموميه للنادي يا باشا ما هو النص كده اللجنه جمعيه ايوه الجمعيه العموميه بتاعت حضرتك بتاعت اي نادي هي اللي تحاسب مجلس الاداره والنادي. برافو عليك. طب وحضرتك لما تغلط في مؤسسه رياضيه يا باشا اعمل بلاغ ضدي. لا مش المحكمه قايله كده. في فرق ما بين العقوبه الرياضيه والعقوبه الجنائيه. يا باشا المحكمه قايله كده ما انا كنت واخد عزل انت ناسي. العقوبه الجنائيه دي عقوبه ايه؟ والعقوبه الرياضيه. تمام المحكمه قالت لك لا يملك. لا العقوبه الرياضيه دي حتى تبع الاتحاد الدولي. خلينا مش في الموضوع ده انما الاتحاد هو شرط سجلات الاتحاد يعني نعم العقوبه اساسا انتم موقعين على زي ما بتقولوا شرط من سجلات الاتحاد. دي عقوبه رياضيه. على مين؟ هتشتموا المستشار مرتضى بالسجلات الاتحاد؟ لا الشطب. ايوه الشطب جمعيه عموميه. يا فندم انا جاي لك اهو انتوا كاتبين كده عقاب رئيس مجلس الاداره واعضاء مجلس الاداره من ضمن العقوبات شطب من سجلات الاتحاد. لا ازاي؟ لا فين دي مكتوبه فين؟ شوفها يا فندم. لا الماده 24 انا حافظها والله لا شوفها حافظها كويس قوي. ماده 24 ما فيهاش كده يا باشا. لا العقوبات التوبيخ الايقاف غرامه 50,000
منفردين او مجتمعين. وسداد قيمه التلفيات، خلي بالك برضه. لا دي في حاجه ثانيه، دي في الشغب يا باشا ما تشوف بس يا باشا. حضرتك مش هي دي القضيه. مش دي القضيه بتاعتنا. بس شوفها برضه. مش دي القضيه بتاعتنا. محمد بيه يا كابتن المحكمه استندت على خلينا مش مش موضوع. ما انا بس برد ان الدكتور طارق مش عايز دي عايز اخلص. هنركز هنا يا عشان باشا احنا مش هناخد 3 دقايق بس المجلس يديني اوكي. وكل لسه ما ادالكش اوكي. ما والله لسه معظمهم ما عادش بيرد. خليك مع استاذ حميد. معظمهم ما بيردوش. يا ابني اديني جواب ورق ادي لك حوالة حق. دلوقتي معايا الاستاذ حمدي المدير المالي هقول الشركه وايد الولاد. بس نجيب يا ابني الجواب. اديني هات اعملوها دلوقتي قدام سياده المستشفى. او سيبه انت ولا نجيب. سيبه سياده المستشار بتاع التعاون ولا اكتبه لي. لا حضرتك اللي اكتبه اهوت وهيبقى ليه لمجلس الاداره والموضوع يتحل. بس هو الموضوع كله زي ما اتطبق على جميع الانديه. يا بيه بقول لك محجوز على حسابي. اعمل ايه؟ هو حضرتك مش متابع؟ محجوز على 70 مليون. مصر كلها عارفه الكلام. وما قدرش يحط جنيه في الخزنه للمخالفه. لما اتحليت قال لك بيحط فلوس في الخزنه. يعني انا اللي متكتف. احط فلوس في الخزنه وزير قال لك ممنوع عملها لي مخالفه. احط فلوس في البنك ممنوع بس حجز عليه. اعمل ايه؟ اول حوالة الحق قال لك من جوه من بره. الله. هيعمل ايه طبعا؟ يا باشا. الو. الو. اكتب الصيغه. يكتبها الصيغه انت يا سيدي. يكتبها. لا يكتبها. ما قانون برضه يكتبها. لا يكتبها بخط الصيغه ايده. اللي تضمن الحق يا سياده المستشار. يا باشا معالي المستشار ما يكتبها. يكتب الصيغه اللي هو شايفها عشان يا باشا لو قلت له دلوقتي بعمل له حوالة حق بالفلوس اللي عند الشركه الراعيه، واخد بالك؟ يوم الاحد يتصرف كذا. قلت له اعمل لي جدول ونتعهد ان احنا نعمل جدول. انا في الاتحاد دلوقتي. ايوه هيحصل كارثه. انا بقول لك وحياه المصحف يا سياده اللواء تحصل كارثه. قول لي سياده الوزير اوكي. لا هو اللي بيقوله انا اللي بعمله دلوقتي. هو اللي بعمله اهو حاليا. همشي بجد. بس مش مصلحه. همشي عشان البلد وعشان همشي. ناس مش خايفين على البلد. طب انا مالي؟ الكود هيقفل يا جماعه. السيستم هيقفل. انا بحذر. السيستم هيقفل. يا جماهير الزمالك في تعنت في اتحاد الكوره وتصفيه حسابات من حازم امام وجمال علام. بقول اهو. ونص ساعه بالظبط هطلع بيان وابعته للقناه كلها. يا جماعه خلاص الرئيس بنفسه جه ايه ده؟ انتوا بتذلونا كده بتذلونا؟ في ايه يا جماعه؟ في ايه؟ معقوله لعيبه زي دي بملايين تقعد في الشارع؟ الزمالك ما هو نادي عايزين تقولوا المرتضى منصور جالنا الله وعملنا معاه كذا؟ انا عايز اعرف بس بتزعق ليه؟ عشان اطفال. ليه؟ انتوا مش واخدين بالكم في ملايين؟ في جماهير بالملايين. جماهير بالملايين على راسنا من فوق ونادي الزمالك على راسنا. لا مش على راسي دلوقتي يا سياده المستشار. ليه؟ لا مش على راسي. ليه؟ مش على راسي. ليه؟ انا عمال افهمك. الفلوس محجوز عليها في البنك عشان سياده النائب بيقول لك احنا بقالنا كذا شهر. احنا ما نقدرش نحط جنيه في الخزنه. ليه؟ علشان الوزير عمل لما اتحليت رقم واحد حط فلوس في الخزنه. تمام. في قرار مجلس اداره للاتحاد الاستاذ وليد العطار المدير التنفيذي بيراجعه. بس بيراجعه اهو بناء على عرض حضرتك. بس بعيد عن النرفزه وبعيد عن اي حاجه. بس ما عادش وقت. بس في لا هو اللعيبه على القايمه. اللعيبه على القايمه. نعم. اللعيبه على القايمه الناس بس يدوسوا اوكي عليها. طب هي التعاون هدوس انا. وخلاص. يا انتوا مش عايزين تأيدوا العيال.
ليه؟ تقول لي عايز امشي. ليه مش عايزين نعيدهم ليه؟ ليه؟ يسدد وتوب. كريم خلي القناه تطلب ليه؟ يا ابني عشان في كارثه. خليهم يطلبوا. يصدق وتؤمن بالله. عندي أندية في سوهاج انت مش كنت بتحكي وفي جنة مش كنت بتحكي وانت حكيت امتى؟ اللي عليه 8000 حكيت واللي عليه حكيت 7 امتى؟ قالوا حج معانا في 2007 وأنا أبو ريد. لا ده كان حج عالمية حاجه عالميه. حجة واحدة؟ حج يا راجل بابا 5 حجات حجيت عربيه حجيت وحراسه. كام حجة؟ كم حجة؟ الشعبية كلها حجة بدعاء هي حجه واحده اللي امرنا بيها ربنا سبحانه وتعالى. طيب ربنا يتقبل يا رب. أندية اللي عليه 8000 واللي عليه 7 واللي عليه 6 وأقسم بالله العلي العظيم وأقسم بالله على الترابيزة دي ما رضوا يستثنوهم ولا رضوا ياخدوا ال 10%. انت مستوعب اللي انا قلته؟ ايوه انا نص المال 70 مليون اتحجز عليه. احنا واخدين القرار لنا شهر يا ست المستشار يا باشا محجوز عليها بقى قد ايه؟ بقى 8 شهور محجوز على هي. ورايحين لوزير الماليه وجايين لوزير رحنا وزير الماليه. عملنا البدع. كان معانا انا بريده وكان معانا احمد منير محمود معروف. لا حاجه جامده. خمسه عملت حوالي حق ب 10 مليون من فلوسنا اللي في الشركه الراعيه اللي تبع الحكومه لاتحاد الكوره. مظبوط كده؟ تمام. ينفع الكلام ده؟ وصور له ابن الشيك اللي انت بتقوله. لا حازم بن باشا. في 3 مليون دولار داخلين لنا الفلوس في الفيفا $300,000 جايين على عليكم بتوع الجزيري وفرجاني سياسي. فيعني عندنا فلوس بره كل يوم فلوس بره فنمشي الدنيا طول عمرنا بنساعد من الدنيا بتمشي. القوام المركز واحد. القوام المركز واحد. بص انا اصل محرج لساني. اعمل لي الجواب بتاع ايوه يا ريس. تمام. تمام. هات الجواب الثاني بتاع 9 مليون. $300,000. هنا هتولع. وحياة المصحف هتولع والمصحف هتولع. يا باشا فاضل ربع ساعة يا باشا، فاضل ربع ساعة. وبعدين عملت له حوالة حق ب 10 مليون الشركة الراعية هيستلمها يوم الأحد، وكلمت مدير المالي قال لك هبعته له. هو كان طالب 5 مليون وعملت له تنازل عن 9 مليون. واخد بالك الفلوس دي جايه لنا من عشان الواد لعب في كأس العالم اسمه سيف يعني. طيب شوف عندهم يعني هيهمهم ايه؟ الدنيا عارف المشاكل اللي انت الفلوس اللي محجوز عليها في ايه؟ انا قلنا مش هينفع هيطلع بعد بكره. ايه بيه اتفضل. ايوه بيه سامع اتفضل. ازيك على طول قول له لا عشان انا احنا في خالص كوره. لا قول لي لا قول لي ايه الخاصه قول انا معاك اهو. ده هو اللي حصل.
طب دلوقتي يعني حالا. اجيبهم منين؟ طيب اتحملوا بقى المسؤوليه. لا وي خلاص انا ما مش حاجه في ايدي اعملها. انا يعني اخر كلام؟ ده الكلام اللي عندك. ده اخر كلام عندك؟ ده من هو قراري؟ اخر كلام؟ مش قراري. طيب انا اجيب بقى 10 مليون منين دلوقتي؟ ده ما هوش قراري. اجيب ال 10 مليون منين دلوقتي؟ طيب دلوقتي الساعة كام بالظبط؟ 3 الساعة 3 صور يا ابني الساعة 3 إلا 10 استاذن الراجل المحترم بتاع اتحاد الكورة اهو 3 إلا 10 لا بس الساعة كام دلوقتي؟ الساعة ماشي الساعة كام؟ لنا الساعة كام؟ بس انت عارف الساعة كام؟ ايوه قول الساعة كام؟ ايوه الساعة كام؟ يعني حاجه وشويه كام؟ انا شايف يا عم طب ما تسأل خايف من ايه؟ مش خايف قول الساعة كام؟ قول احنا الساعة كام الفجر ده؟ ساعه دلوقتي ايوه الساعة كام؟ الساعة كام؟ الساعه 3 ل 10 الساعة غلط ولا صح؟ احنا لسه طالعين من اتحاد الكورة. عايز اقول لحازم امام انت منزل على الصفحة والاهلاوية داخلين عليك ان انا بغل منك. يا ابني انا كنت رئيس نادي وانا محينك مدير كورة يا ابني. طبعا ما هو لو ما تأيدوش او في النشاط